بص على الدايرة الخضراء اللي في النص وركز فيها قوي. بعد شوية الدوائر الصفراء هتبتدي تختفي. المرعب هنا مش إنهم اختفوا، المرعب إن ده بالظبط اللي بيحصل للضمير البشري. الإنسان غالبا ما بيبيعش مبادئه مرة واحدة، هو بس بيركز على حاجة واحدة زيادة فتبدأ باقي الحاجات تختفي من وعي. يعني المشهد نفسه لسه كامل بس إدراكك بقى بيشوف جزء ويمسح جزء، وده اسمه تروكسلر إفكت. يعني لما عينك تثبت على نقطة واحدة فترة، المخ بيبتدي يهمل التفاصيل الثابتة اللي على الأطراف. يعني ببساطة اللي ما بياخدش انتباهك مش لازم يختفي من الواقع، لكن ممكن يختفي من وعيك. وفي الحياة دي أخطر حاجة ممكن تحصل، لأن الإنسان غالباً ما بيتحولش من صح لغلط في لحظة، هو بس بيثبت نظره على حاجة واحدة بس: مصلحة، مكسب، شهرة، إعجاب، انتقام. ومع الوقت حاجات تانية تبدأ تختفي من أطراف وعيه، زي الأمانة، الذوق، الرحمة، الوفاء، الحدود. يعني أوقات الانهيار الأخلاقي ما بيبدأش بقرار شرير، بيبدأ بتثبيت طويل على حاجة واحدة بس لحد ما باقي القيم تبطل تبان. وده اللي يخلي واحد يكذب وهو شايف نفسه ذكي، ويخون وهو شايف نفسه مضطر، ويأذي وهو شايف نفسه مستحق. مش لأنه ما عندوش مبادئ، بس عشان ركز على حاجة واحدة قوي لدرجة إن مبادئه اختفت من أطراف وعيه. والحل هنا إن احنا نرجع الأطراف. يعني عشان كده قبل ما تاخد أي قرار مهم حاول تستنى 30 ثانية تسأل نفسك فيهم 3 حاجات: مين هيتأذي؟ أنا هخسر إيه من نفسي؟ ولو حد عملها فيا هسميها إيه؟ الأسئلة دي هتساعد إنك ترجع القيم للأطراف قبل ما تختفي، لأن أخطر القرارات مش القرارات الغلط بس، أخطرها اللي اتخذت بعد ما ركزت على نقطة واحدة مؤذية. والنضج الحقيقي مش إنك تركز أكتر، بس إنك تعرف إمتى توسع دايرة تركيزك قبل ما تخسر أطرافك الأخلاقية. يعني ببساطة قبل ما تخسر ضميرك. ابعت الفيديو ده لأي حد محتاج يفتكر إن المشكلة مش دايما في الشر، أحيانا في التركيز اللي خلى الضمير يختفي.